ومين فينا ما يعرفش قصة زكا واللي حصل مع زكا؟ ومين فينا ما تخيلش حتى الأحداث اللي كانت في القصة في إنجيل لوقا إصحاح 19؟ مين فينا ما تخيلش المنظر بتاع زكا وهو بيحاول يوصل ليسوع علشان يشوفه؟ مين فينا ما رسمش صورة زكا الرجل القصير اللي بيطلع فوق جميزة علشان يقابل يسوع ويبص له؟ ومين فينا معاش مشاعر البهجة والفرح لما يسوع قال لزكا انزل يا زكا أنا هتعشى معاك النهاردة في بيتك؟ كمان المنظر المذهل بتاع زكا وهو بيوزع الفلوس بتاعته، زكا العشار رئيس العشارين، وهو بيوزع الفلوس بتاعته على الناس الفقراء وبيدي أكتر من اللي أخدوا كمان منهم. في الحقيقة القصة ديت مش مجرد قصة، القصة دي حدث في حياة زكا كأنها رحلة من الطمع، من الأخذ، من الأنانية للكرم والعطاء والسخاء. دي رحلة من الإنسان اللي طول الوقت بيفكر في نفسه لإنسان بيفكر في الآخرين. رحلة من القلق والكراهية لمحبة الناس وخدمة الناس وإنه إزاي بيفرحهم. الرحلة دي مش بس بتتحكي لناس خطاة إنهم يقبلوا يسوع وتتغير حياتهم، الرحلة ديت رحلة كل مؤمن قبل يسوع المسيح في حياته مخلص شخصي. رحلة كل مؤمن إنه إزاي يتحرر من دوائر الأنا لدوائر كرم وسخاء. في الرحلة ديت اللي في إنجيل لوقا إصحاح 19 هنقف قصاد حاجتين، هنقف قصاد نظرة يسوع وتغيير زكا، وهنقف قصاد كلمات يسوع وسخاء زكا. تعالوا مع بعض نطلع الرحلة ديت ونشوف ربنا بينور عينينا ناحية ايه النهاردة نتعلمه. الأمر الأول في الرحلة بتاعت زكا، رحلته من الطمع للسخاء، كانت نظرة يسوع وتغيير زكا. في الحقيقة في إنجيل لوقا إصحاح 19 الكتاب بيقول لنا شوية كلمات لازم نقف عندهم. مثلا يقول لنا إنه زكا كان رئيس للعشارين. رئيس للعشارين بمعنى إنه اتعاون مع المحتل ضد ولاد شعبه. رئيس للعشارين معناه إنه وصل في التعاون ده لمراحل من كراهية الناس ليه ومن استغلاله للناس للدرجة اللي فيها المحتل يفضلوا يرقوا زكا علشان يوصل للمرتبة ديت. البوزيشن بتاع رئيس العشارين معناه انه الراجل ده كان بيعمل اللي بيعمله بكفاءة عالية جدا. ايه اللي بيعمله؟ انه بيظلم الناس، انه بيستبد الناس، انه بيحط ايده في جيوبهم علشان ياخد الفلوس بتاعتهم لصالح الدولة المحتلة. الكتاب بيوصف لنا ازاي الكلمة ديت بتدل انه كان في كراهية كبيرة جدا من الناس على لزكا. الجزئية الثانية اللي بيقولها الكتاب المقدس انه زكا كان رجل غني، كان معاه فلوس، بس الفلوس ديت معظمها مش بتاعته. كان معاه موارد مالية كبيرة جدا، بس كان بيفتقد للعلاقات الإنسانية. كان الشخص دوت وحده لأنه كل الناس بتبص له بنبذ وبكراهية. الكتاب بيقول لنا انه يسوع لما نادى على زكا، ولما زكا شاف يسوع وقال له تعالى يا زكا انزل انا شفتك، زكا فرح جدا. الكتاب كأنه بيقول لنا النهاردة زكا ده معنى الفرح. النهاردة زكا عرف يعني ايه اللي كان فيه ما كانش بيدوقوا السعادة والفرح. الكتاب كمان بيقول لنا انه الموضوع ده حصل في أريحة، المدينة المشهورة بغناها باقتصادها برفاهيتها، وكأنه كل الأمور ديت اللي حاصلة في أريحة ما خلتش زكا يعرف إزاي يكون سعيد أو مبسوط. في كل دوت زكا كان عايز يشوف يسوع بصدق. سمع زكا عن يسوع انه الشخص اللي بيحرر، سمع زكا عن يسوع انه الشخص اللي بيقبل العشارين وبياكل معاهم. زكا اراد وطلب ان يرى يسوع. على فكرة قصاد الرغبة الصادقة جدا ديت تلاقت رغبة زكا مع رغبة يسوع المسيح. زكا كان عايز يشوف المسيح، والمسيح قال له وانا كمان عايز اشوفك، وانا النهاردة قاصد انه النظرة ديت تكون نظرة مغيرة ليك. في الحقيقة تخيلت النظرة بتاعت يسوع لزكا وكأنه يسوع بيقول لزكا أنا عارف مقدار ضغط عبودية المال اللي انت مستعبد فيها يا زكا. نظرة يسوع لزكا كأنه بيقول له أنا عارف يا زكا إنك فشلت في إنك تلاقي اللي يسعدك واللي يشبعك. نظرة يسوع لزكا كأنه يسوع بيقول له
أنا عارف مقدار الخسارة اللي أنت خسرتها بسبب هروب الناس منك، بسبب كراهية الناس ليك، بسبب أن أنت شخص وحيد منبوذ ما عندكش أصدقاء. أنا عارف يا زكا إنك بتشتاق لحرية حقيقية، لحياة مختلفة. أنا بأشعر بكم الاكتئاب والبؤس والحزن اللي أنت فيه النهاردة، لكن أنا جاي بقولك وجاي ببص لك في عينيك وبقول لك أنا أقدر أديلك اللي أنت بتدور عليه. أنا أمتلك ما تبحث عنه. أنا عندي المعنى، أنا عندي السعادة، أنا عندي الشبع. معنى، سعادة، شبع في يسوع المسيح. أنا ببص لك دلوقتي يا زكا مش علشان أدينك، أنا ببص لك دلوقتي عشان أقول لك أنت مقبول. أنا مش بدينك على اللي أنت عملته، أنا ببص لك عشان أقول لك اللي المفروض تعمله الوقت اللي جاي. عشان كده أنت مقبول يا زكا، أنت محبوب مش بسبب أخلاقياتك الكويسة، أنت مقبول بسبب النعمة التي تتمكن منك الآن. النعمة قريبة منك، النعمة تنظر إليك، النعمة في شخص يسوع المسيح اللي بيطلب منك دلوقتي إنك تنزل وتتعشى معاه. يا زكا اغتنم الفرصة، استمتع بالنعمة، اسرع يا زكا وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وزكا يعمل كده ويغتنم الفرصة. أعتقد النظرة ديت، نظرة الحب والتشجيع والقبول والتمكين، احنا محتاجين ليها كلنا. محتاجها الشخص اللي بيشوف نفسه انه غير كفء او انه مش مستحق انه يتعامل مع ربنا. الشخص ده الشخص اللي بيشعر انه يعني عنده امور كتيرة متكعبل فيها، وانه امور متورط فيها وعادات مش قادر يتخلص منها. في الناس دولت محتاجين نظرة يسوع. لكن كمان حتى الناس المؤمنين محتاجين نظرة يسوع. الناس المؤمنين اللي للأسف ما زالوا محبوسين في ذواتهم، محبوسين في احتياجاتهم الشخصية، محبوسين ازاي يدبروا هم أمورهم، بيفكروا طول الوقت فيهم هم وبس، اللي محبوسين في عالمهم المحدود. في الحقيقة النظرة ديت متاحة لتحرير أي شخص اتهزم من ثقافة استهلاكية حواليه. الثقافة اللي حوالينا طول الوقت بتقول فكر في دنيتك، فكر في مستقبلك، فكر ازاي تعيش حياة مرفهة وحياة كويسة. النظرة ديت هي نظرة النعمة التي تفاضلت جدا. في الرحلة ديت، الرحلة من الطمع إلى السخاء، كان في نظرة يسوع، والنظرة ديت غيرت حياة زكا. أعتقد النظرة دي متاحة لينا إحنا النهاردة، سواء كان لسه ناس بنبتدي حياتنا مع المسيح أو كنا مؤمنين بس محبوسين في دوائر الأنانية. المحطة التانية في الرحلة ديت، الرحلة من الطمع إلى السخاء، كانت كلمات يسوع وسخاء زكا. في الجزء الثاني من الرحلة بنلاقي أمور مذهلة بتحصل. نلاقي الشخص اللي اتعود ياخد من الناس، الشخص اللي دايما وشه متقدر والشخص اللي عابس الوجه، دلوقتي بيفرح وبيبتسم وبيدي الناس من فلوسه. الشخص ده هو نفسه زكا. زكا بيرد ما قد سلبه، زكا بيعوض عن الحاجات اللي عملها أضعاف للناس اللي يسرقهم قبل كده. اللي بيحصل دلوقتي في بيت زكا رئيس العشارين، الرجل الغني اللي عايش في أريحة، دي معجزة بكل المقاييس. بس خلي بالكم، المعجزة ما وقفتش عند حد الكلام انه زكا يوعد المسيح اوعدك اني هعمل كده، اوعدك ان الوقت اللي جاي هشتغل على الموضوع ده. المعجزة حصلت بتحرك حقيقي وتطبيق عملي من زكا. زكا بيستغني عن ماله، عن اللي كان هدفه في يوم من الأيام، ويبتدي يديه للناس ويوزعه. كم من مرات بينفع نتكلم عن العطاء وعن السخاء وعن الكرم، كم من المرات اللي ممكن نقول آيات كبيرة جدا، لكن فكرة انه اعطي بجد، فكرة انه ابقى سخي مع اللي حواليا، ده الامر بيحتاج مجهود ومجهود مضاعف. افتكر قصة عن جون ويسلي الواعظ الشهير. في مرة كان بيوعظ عن المال وعن العطاء. هو بيوعظ، قال انه بيتكلم عن المال وقال اقتني منه كل ما تستطيع ان تقتنيه، يعني اللي تقدر تاخده من المال خده. فواحد قاعد كده انبسط جدا من الوعظة وقال
يا لها من عظة جميلة حقا. وبعدين جون ويسلي بيتكلم وبيكمل وبيقول وادخر منه كل ما يمكن أن تدخره، يعني لو تقدر تحوش منه أكبر حاجة اعمل كده. فالراجل اللي بيسمع ده انبسط جدا جدا، قال هذه كلمات رائعة حقا. وبعدين جون ويسلي قال وأعط منه كل ما يمكن أن تعطيه. بعدين الراجل بص بقى قال يا لها من عظة جميلة أفسدتها نهايتها، يعني العظة كانت ماشية كويس جدا، جت في الحتة الأخيرة ديت والعظة باظت بالنسبة لي. وده اللي احنا بنحكي فيه، انه اوقات الكلام عن العطاء، الكلام عن المال، الكلام عن السخاء والكرم بيبقى لطيف وسهل وجميل وحافظين ايات كتيرة عنه، لكن لما الموضوع يتعلق بجيبي، لما الموضوع يتعلق بانه ازاي انا أعطي من احتياجي، الموضوع بيبقى صعب وصعب جدا. لازم يستوقفنا الكلمات اللي قالها يسوع. يسوع قال بعد ما شاف المنظر الجميل بتاع زكا وسخاء زكا، قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. وكأنه يسوع بيقول لنا لا يمكن للإنسان أنه يعطي بالطريقة ديت وبالسخاء ده ويرد المسلوب بالطريقة ديت إلا لما تكون حياته فعلا اتغيرت، أولوياته اتغيرت، مركز حياته ما كانش نفسه، مركز حياته ما كانتش الفلوس، مركز حياته ما كانتش اهتماماته واحتياجاته، مركز حياته بقى يسوع المسيح. يسوع المسيح اللي مش بس ادانا مجرد اشياء، اعطانا ذاته، اخلى نفسه واصبح الاله المتجسد. عشان كده لا يمكن ان نعطي بسخاء الا وان نقدم اولا ذواتنا لله، ذواتنا بالكامل، نضعها على مذبح التكريس، نقول له يا رب احنا كلنا ملكك وبتوعك. نختار يسوع المركز، نختار يسوع الأمان. مش هقلق من جهة بكرة، مش هقلق على أهلي، مش هقلق على مستقبلي ولا على أي حاجة، لأن يسوع هو الضامن. عشان كده بنقرأ عن كنائس مقدونية في كورنثوس الأولى، وبولس بيحكي عن كنائس مقدونية إزاي الناس دول أعطوا بفائض. كنائس مقدونية أعطوا فوق الطاقة. عشان كده بولس الرسول بيقول إنه الناس دول أعطوا أنفسهم أولا للرب، ولأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب كان سهل عليهم يعطوا حتى من احتياجهم. مهم جدا الجزئية ديت، وده اللي حصل مع زكا لما تقابل مع الرب يسوع. زكا اتحرر من الطمع ومن الخوف على مستقبله، زكا اتحرر من أمور كانت مستعبداه، ويسوع المسيح بسبب نظرته وافتقاده ليه حرره من الأنانية ومن الخوف ده، فأعطى بسخاء ورد المسلوب وتعامل مع كل الناس اللي كانوا بيكرهوه، وكأنه بيختبر الآية مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. زكا اختبر الفرح لما أعطى. على فكرة في واحد من الكتاب بيقول في فرق ما بين عقلية السارق وعقلية الأناني وعقلية المسيحي. عقلية السارق بتقول كده، يقول مع نفسه انه ما لك هو لي، يعني اللي في جيبك ده بتاعي، هفضل اخطط ازاي اخده، ازاي اسرقه. لكن عقلية الاناني تقول ما لي هو لي، انا اكفي نفسي، يعني اليومين صعبين والظروف يعني قاسية جدا فانا اكفي نفسي ماليش دعوة بحد. عقلية المسيحي الامين الوكيل الساخي يقول كل ما املك هو عطية من الله وسأستخدمه لمجد الله ولخير إخواتي. أقول لكم حاجة مهمة جدا، واحدة من أخطر المقاطع الكتابية اللي موجودة هي في إنجيل متى إصحاح 25 وعدد 31 لعدد 46. آيات مشهورة جدا اللي فيها المسيح بيقول تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم، فكأنه السبب بيقولوا بعد شوية بيقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. الآيات دي تتكلم عن ترجمة عملية لناس عاشت حياة الإيمان، اختبرت حرية المسيح اللي حررها من اهتمامها بذواتها إلى خلاص من الخطية من ناحية، وأيضا حرية من الأنانية والطمع من ناحية تانية. وكأنه المؤشر العملي لحياة اتغيرت وحياة اتقابلت مع الرب يسوع هو العطاء بسخاء في كل المجالات. وعلى فكرة ده بالظبط اللي حصل مع زكا. بعد ما
زكى أعطى بسخاء بعد ما زكى وزع كل أمواله، بعد ما زكى حاول يعيد تصحيح اللي حصل من علاقات مكسورة. المسيح بيعلن إعلان لازم نقف عنده، وهو اليوم قد حصل خلاص لهذا البيت. أكبر معجزة حصلت دلوقتي إنه زكى اتغيرت حياته، والدليل إنه أعطى من أمواله. وبيكمل في متى 25 الجزئية الثانية إنه الناس اللي لم يعطوا المسيح بيقول لهم اذهبوا عني، انتوا ما تعلمتونيش كده، أنا اللي أعطيت ذاتي عشانكم، انتوا مش قادرين تستغنوا عن شوية فلوس، اذهبوا عني. والمجموعة الأولى بيقول لها تعالوا إلي، الناس اللي قدرت تترجم إيمانها لأعمال حقيقية. بالتأكيد مش كل كرم أو سخاء أو أعمال محبة نقدر نقول إنه الحاجات دي تودينا ملكوت السماوات، لكن الكتاب بيعلمنا إنه إيمان بدون أعمال ميت. في الرحلة من الطمع إلى السخاء إحنا مرينا بمرحلتين. المرحلة الأولى كانت نظرة يسوع وتغيير زكا. أعتقد كلنا محتاجين النظرة ديت اللي تحررنا من الخوف ومن الطمع ومن الأنانية. وكمان التغيير اللي حصل مع زكا لازم يبتدي من دلوقتي بخطوات بسيطة. على فكرة زكا ابتدى ياخد خطوات بسيطة، إنه يروح ناحية شجرة، إنه يحاول يطلع عليها، ودي كانت بدايات إن النعمة تشتغل في حياته. النهاردة قرر إنك تبدأ، مش مجرد إنك تسمع كلمات عن العطاء والسخاء والكرم. النهاردة قرر إنك تعمل كده، قرر إنك تتكلم، مش بس تتكلم عن العطاء، لكن إنك تمارس العطاء. والمرحلة الثانية في الرحلة من الطمع إلى السخاء كانت كلمات يسوع وسخاء زكا. يسوع بيعلن إنه اليوم قد حصل خلاص، حصل حرية، حصل شفاء، حصل استرداد لهذا البيت. هل اللي حصل مع زكا هو بالفعل اللي حصل معك؟ وهل سخاء زكا في كل المجالات، في علاقاته وفي أمواله وفي كل ما يمتلك، هل ده اللي بيحصل معانا النهاردة؟ صلاتي إنه الرحلة من الطمع والأنانية إلى السخاء والكرم ما تكونش قصة زكا بس، لكن تكون قصتي وقصتك.